بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. مباراتان متشابهتان في السيناريو. أولى هذه المباراتان كانت نهائي كأس مصر السبعينات، وكان بين الأهلي والزمالك. ما أدراك ما الأهلي والزمالك في ذلك الوقت. كان يضم النجوم وعمالقة الكرة المصرية، وكان في الدكوتي مدربا فنيا للنادي الأهلي. في ذلك الموسم الزمالك كان بطلا للدوري، والأهلي كان بطلا الموسم الماضي للدوري. يعني الموسم الماضي كان الأهلي بطل للدوري والزمالك بطل الكاس. أما هذا الموسم كان الزمالك بطل الدوري والزمالك بيلعبوا الكاس. يعني الزمالك لو فاز بالكاس هيبقى الدوري والكاس. وكان الكابتن محمود الخطيب مصاب، والكابتن طاهر الشيخ. تقدم الأهلي في هذه المباراة بهدف لمصطفى عبده من داخل 6 ياردة، سجلها في حارس مرمى الزمالك. ثم تعادل الزمالك. الكابتن علي خليل الكابتن محمود الخواجة تقريبا، تعادل 1-1. ثم تقدم الكابتن علي خليل بالهدف الثاني. يعني المهم الزمالك تقدم 2-1. بين الشوطين أخذ المدير الفني ديكوتي يبكي في غرفة الملابس ويتحدث مع كابتن محمود الخطيب، بيقول له الكاس هيروح كمان. كان في اليوم ده الخطيب كان خارج التشكيل وقاعد على دكة البدلاء لبس الخروج، يعني لبس ملابس الخروج مش لبس الكورة. وأصر الكابتن محمود الخطيب إنه عايز يشترك هو وكابتن طاهر الشيخ، كانوا مصابين الاتنين. فكان في هناك رفض من الجهاز الفني، ولكن بإصرار وقبل أن تنتهي المباراة بربع ساعة أو بتلت ساعة سمعنا هرج ومرج في المدرجات وهيصة. دايما الهيصة دي مسمعهاش لما يكون الخطيب بيسخن. مكانش لسه الكاميرا سلطت على الجهاز الفني. فوجئنا بالخطيب بيسخن وهينزل. كانت مفاجأة للجماهير كلها، الأهلاوية الزملكاوية قبل الأهلاوية. وخلاص المباراة راحت 2-1، وإذا بكرة جوه 6 ياردة الخطيب يستلقى على الأرض ويسجل هدف التعادل في مرمى الزمالك، ويخطف التعادل ثم يستكمل